ازاي تذاكري لثالثه ثانوي؟ خلي عندك دايما نوت بوك تعملي فيها الخطه اليوميه بتاعتك. بلاش اليوم كله يكون مذاكره، قسمي يومك على 3 4 فترات كده، كل فتره فيهم ذاكري ساعه ونص. لازم تاخدي بريك تهدي دماغك كده وتاكلي حاجه وتفوقي. المذاكره مش ان انا اعدي قراءه كده على المكان، لا، امسك كل جزء واعمل عليه سؤال وجواب، بحس ان انا بعد كده لما ارجع للمكان ده تاني اقرا التلخيصات بتاعتي واقرا الاسئله والاجوبه اللي انا كنت عاملاها، بدل ما ارجع اقرا من تاني وممكن اصلا ما يثبتش بالقراءه كده. بس الحل حلو قوي، حلي كتير جدا من الامتحانات القديمه او البوكليتات القديمه، وانت بتقراي الاول مره خلي هدفك الفهم وبعد كده الحفظ يجي. بس ابدأي بانك تفهمي الاول وبعد كده الحفظ هيبقى اسهل بكتير. ما تبدايش بالحفظ لانك مش هتحفظي بسهوله ابدا. وفي اكتر وقت حاسه ان انا نشيطه وعندي شغف في المذاكره، انا ممكن اذاكر فيزياء، ممكن اذاكر رياضه، بحيث انا محتاجه ابقى مركزه قوي. وعلشان ما تزهقيش، يعني انا النهارده مش لازم اذاكر كل اليوم احياء، ولا النهارده لازم اذاكر كل اليوم فيزياء. بلاش تدخلوا الزهق في يومكم، يعني بلاش طول اليوم احياء، بلاش طول اليوم فيزياء. خدي كده كل يوم حاجه من كل ماده بحيث ما تتراكمش، بس يكون في ماده او مادتين اساسيتين يعني بيكون فيها الريتم اعلى في المذاكره. استنوا بارت 2.